مواجهة رهانات اقتصاد العولمة بشر المغرب ميثاقه الوطني للإقلاع الصناعي. حسب المؤشرات الأولية تبدو الانطلاقة الصناعية جيدة، وهي الرامية إلى بناء قطاع صناعي قوي يخدم جهود التنمية. لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة في هذا الإطار تم عقد برنامج يغطي الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2015 بشراكة مع القطاع الخاص. يتعلق الأمر بإحداث 220 ألف منصب شغل والرفع من الناتج الداخلي الخام الصناعي ب50 مليار درهم إضافية، وتحقيق حجم إضافي من الصادرات بقيمة 95 مليار درهم، وإنجاز 50 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في النشاط الصناعي. المهن العالمية بالمغرب تشكل ركيزة هذا الميثاق الصناعي، وفيها تمتلك البلاد مزايا تنافسية عديدة تتمثل في فئتين: المهن التقليدية من جهة، وتلك الموجهة نحو الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة أخرى، وتشمل مهن ترحيل الخدمات والسيارات والطيران والإلكترونيات. في مجال الطيران تم توقيع اتفاقية لإحداث وتدبير وتطوير معهد مهن الطيران في الدار البيضاء، وفي مطلع فبراير الجاري اختارت شركة بومباردييه الكندية لصناعة الطيران العاصمة الاقتصادية لإطلاق إنتاج مكونات الطائرة في مصنعها الجديد، والسبب راجع بالأساس إلى الخبرة المحلية وسرعة الاستجابة التي عبرت عنها السلطات. عندما قررت بومباردييه توسيع حضورها في محيط السوق الأوروبي، أثار المغرب اهتمامها بالنظر إلى العامل الجغرافي وكلفة الإنتاج وتوفر الموارد البشرية المؤهلة مع التركيز على الجودة. وفي مجال صناعة السيارات كانت الفترة الأخيرة حافلة بالأحداث، ففي بداية السنة الماضية دشنت شركة غنوة الفرنسية مصنعا جديدا لها في طنجة شمالا. استفادت هذه الشركة من تسهيلات ضريبية مهمة مكنتها من تحويل أرباحها إلى فرنسا، وهو ما يعد مساهمة في رأس مال عملاق لتصنيع السيارات ب15%. ينتج المصنع حاليا 170 ألف سيارة سنويا، على أن يصل الإنتاج نهاية 2014 إلى 350 ألف سيارة سنويا، 90% منها موجهة إلى التصدير. وقد اختارت غنو إنشاء مصنعها في المغرب نظرا إلى اليد العاملة المؤهلة والرخيصة ووجود البنية التحتية اللازمة وتأثيرات الأزمة الاقتصادية.